الموز حبايب الجوز. طبعا يا جماعه معانا هنا تعبان الأزروت البيتي. طبعا يا جماعه مش هنتكلم كتير، تعالوا بس نقول لكم التعبان ده في منه كام نوع. في من ده تعبان الأزروت السيناوي، تعبان الأزروت الصحراوي، معرفش بقى كان في اكتر من التلاتة دول، اللي هو ده أزروت البيتي اللي معايا، في منه أزروت صحراوي وفي منه أزروت سيناوي، معرفش اذا كان في تاني، بس تقريبا الأزروت الأحمر على ما أعتقد، ده نوع موجود برضه في سينا، يبقى هو الأزروت السيناوي. طبعا يا جماعة تقريبا دول التلاتة الموجودين عندنا هنا في مصر. طبعا يا جماعة تعبان الأزروت ده لسه مغير عندي جلد، تعالوا بس أوريكم نقوشه بعد ما غير جلد، وده دي دماغه. تعبان من تعابين اللي معندهاش أي غدد سمية، ومن أشرس التعابين، بس مش عارف هو هي ليه. طبعا أنا لو مسكته من جنب دماغه هنا بقى عايز يعض. طبعا اللي مش عايز يخليه يعض طالما هو ما عندوش غدد سمية عضته بتحرق، بالتالي كده في جسم جديد داخل في ايدك، انت غريب اول مره يخش جسمك، فلازم يحرق، بس تحرقك جسم جديد انت مستغربه. طبعا اللي ورايا عصافير. طبعا يا جماعه سكتوا. طبعا يا جماعه غير جلد، تعالوا الجلد بتاعه، هو لسه مغيره يوم الاثنين اللي فات ده. بصوا يا جماعه اهي، يا جماعه دي عدسه العين اهي، وده البق. طبعا يا جماعه جلده بصوا طالع كامل، معنى ان جلده يطلع كامل يبقى انا كده مغذي التعبان وصحه التعبان كويسه جدا جدا، وطالما طلع كامل يبقى التعبان ده هيعيش معاك وصحته كويسه. طبعا يا جماعه التعبان ده ممكن تلاقيه عادي في بيتك من اسمه الأسود البيتي، لو انت بيتك مثلا قريب من ارض زراعيه ممكن عادي تلاقيه في بيتك، لان التعبان ده اللي قدامكم ده تعبان زراعي. التعبان ده يا جماعه زي ما قلنا ما بيمتلكش اي غدد سميه تماما، لكن عنده اسنان طبعا عشان يقدر يلتهم بيها الفريسه. التعبان ده بيتغذى على ايه؟ الابراس عضني. يا عم بس يا عم، عمال يقض يا جدعان، ايه ده؟ لو عضتني اقسم بالله هرميك. طبعا يا جماعه بيتغذى على الابراس السحالي الصغيره، بيتغذى على الابراس السحالي الصغيره والفئران لو حجمه كبير. فئران زي ايه؟ فئران الميس، لو هو في البريه بيتغذى على اي فار يجي قدامه. طبعا يا جماعه انا قبل ما باكل اي حاجه هنا بقى على فتره نقاء. يعني ايه فتره نقاء؟ فتره يا عم ما تعودش بقى يا عم، كفايه انت عايز تمسك من دماغك يعني. تعال، مش هينفع معاك، لازم اكمل الفيديو ويك وانا ماسك كده. طبعا يا جماعه هيعمل حمام، مش لاقي حاجه يضايقني بيها. طبعا يا جماعه يعني ايه فتره نقاء؟ يعني بقى قاعد الحاجه معايا اكلها انا عندي اظبطها، بعد كده اقوم رامي الفريسه اللي اكلت عندي واتظبطت عندي للتعبان او للحاجه اللي اكلها لها. طبعا يا جماعه هتقولي انت بتعمل كده حتى مع الميل ورم؟ لا، الميل ورم عادي حاجه مضمونه، البياع هو اللي بيربيها عنده، باخدها منه اظبطها او مأكلها له ونظبطها يعني ايه، واقوم حاطط لها اكل، وبنقل منها دي لاي كائن زي سحليه الكلام ده، لان التعابين متاكلش حشرات. طبعا يا جماعه في اشاعات طالعه لو انت رحت تشتري التعبان اخرم البيضه، التعبان هيقعد يشفط اللي جواها، يا اما هيبلعها كلها وجيب له بيضه السمان وجيب له بيضه مش عارفه ايه مش عارفه ايه، وفي الاخر البياعين ما بيبيعوش وبيعملوا حوارات عليك. خليك فهمان يعني يا جماعه، لما تيجي تشتري تعبان ما تسمعش كلام بياع. طبعا يا جماعه لو بيتك مثلا قريب من ارض زراعيه هتلاقي التعبان ده في بيتك، لو مثلا بيتك بعيد عن ارض زراعيه مثلا ب 500 متر برضه هتلاقيه في بيتك. طبعا عايش في الاسكندريه مفيش قلق ان انا لقيت التعبان ده في بيتي، الحمد لله. انا سبته من دماغي يا رب ما يقعدش. طبعا يا جماعه كل حد هينزل لكم فيديو وجمعه ان شاء الله. اهو يا جماعه دول صوت البيتي. بس كده يا جماعه ده كان فيديو النهارده، بس طبعا لازم اوريكم حاجه انا مربيه في علبه زي دي. هو المفروض يعني نحط له ورقه عشان تبقى نضيفه اسهل، بس انا عايز يكون شبه بيئته طبيعيه يعني. اهي كوكوبيت، تربه كوكوبيت، بحطها له هنا وهو بيظبط هنا، متقوليش علبه علبه صغيره كده، علبه مناسبه جدا جدا جدا. طبعا يا جماعه التمام ده كان جاي لي متربي في علبه صغيره بس كده. طبعا يا جماعه كان بس بيخبط لحد تلاقيت فتحت وجيت. بس يا رب كده يكون فيديو النهارده عجبكم، متنسوش تحطوا اللايك والاشتراك
وتفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. وعايز الفيديو ده يوصل 60 لايك او 70 لايك عشان انا بقالي كتير غايب. وبس كده يا جماعه، سلام.